قطع للغابات وصيد جائر، زيادة انبعاثات بسبب استخدام الوقود الحفري. فاكر سلسلة البراكين بتاعت سيبيريا اللي بهدلت الدنيا في أقوى ماس اكستنشن بتاع البرميون؟ أهو أنا عايزة أقولك في 2018 كمية ثاني أكسيد الكربون بس اللي طلعت مننا احنا كبشر قد اللي طلعت من سلسلة البراكين بتاعت سيبيريا، رغم اننا مش في حادث انقراض جماعي، إلا ان كل الحيوانات اللي كانت مهددة بالانقراض اوريدي انقرضت. والمشكلة الانقراض اللي بيحصل ده بيحصل أسرع من الطبيعي مئات المرات. في ظل السيناريوهات اللي شغالة دلوقتي فحب أقولك إن احنا على 2100 هتقرب درجة الحرارة بنسبة 20% من اللي كانت موجودة في أكبر ماس اكستنشن، وعلى 2300 هنبقى قربنا بنسبة من 35 ل 50%، وبالتالي في حادث انقراض جماعي للبشر هيحصل. سيبك انت من كل ده ولا كأني قلت حاجة. انت كان نفسك انهي حيوان من اللي انقرضوا يكون عايش معاك دلوقتي؟